بدي ابدا السيناريو اللي صار من البدايه. تفضل. اللي صار انه دخل نادي النصر في مفاوضات مع اللاعب عيسى الحياني، وزي ما سبق وذكرت دائما انه كانت المفاوضات قانونيه ونظاميه. بعد كذا دخل نادي اخر اللي هو نادي الشقيق نادي الهلال. اخوي عمران، يعني خلينا نتفق على نقطه. ما اعتقد ان يعني دخول نادي الهلال على دخولكم الاولاني في خطا. هذا عالم الاحتراف. والله اذا بنتكلم عنها احترافيا ممكن نقول ما في خطا، ولكن احنا يمكن قد نعتبرها خطا اذا قلنا ان احنا اخذنا كلمه من الاخوان في نادي الهلال، ولكن خلينا نتجاوز هذه. دخل نادي الهلال ايا كانت صحيحه ولا خاطئه، دخلوا. توقفت هنا يعني توقف طريق المفاوضات لنادي النصر. بدأ الهلال يعني ياخذ طريقه في المفاوضات وكذا. وفي الاخير اللاعب تعثر طريقه للنصر واصبحت الطريق سالكه نادي الهلال. طيب، نادي الهلال اللي يعني انا قاعد اشوفهم ما شاء الله عليهم جالسين يحسمون صفقات اللاعبين الاجانب بملايين الريالات. طلع اللاعب في الاعلام وقال انا ابغى نادي الهلال وانا شاري نادي الهلال وابغى العب في نادي الهلال. نعم. ليش الاخوان في نادي الهلال ما حسموا المفاوضات؟ يعني هذا السؤال اللي انا ابغى اطرحه اليوم. ليش نادي الهلال؟ ليش نادي الهلال لما نعم. طلع اللاعب عيسى الحياني قال انا شاري نادي الهلال وابغى اتمنى اني العب في نادي الهلال. اذا كان الهلال جاد في رغبته باللاعب عيسى الحياني نعم. وشاري اللاعب عيسى الحياني، ليش ما حسم المفاوضات؟ أنا بالنسبة لي لما أشوف الوضع بهالشكل أحللها بأنه نادي الهلال كان دخوله فقط من أجل أن اللاعب هذا ما يروح نادي النصر. طيب بس يعني مصرين ياخذونه، يعني ما زالوا مصرين ياخذون اللاعب. يقصد ليش ما دفعوا له؟ يا أخي الكريم، أنا ما شفت الهلال، يعني الهلال كان عنده مهلة، ولا شفت الهلال قدم شيكة وجهز فلوسه. سمعت الأمير عبد الله مساعد يقول في ناس تعرف تخلص وفي ناس ما تعرف تخلص. طيب، الناس اللي يعرفون يخلصون كان عندهم مهلة، كان عندهم رغبة باللاعب، واللاعب طلع في الإعلام وقال أنا شاري نادي الهلال، ووقفوا مفاوضات اللاعب مع النادي الأول اللي هو نادي النصر. هالنادي اللي يعرف يخلص ليش ما خلص؟ إذا قلنا أن العجز مادي، فأنا شايف الأخوان في نادي الهلال ما شاء الله جالسين يخلصون الصفقات بملايين الريالات. كيف يا بس ليش ما دفعوا له نادي الهلال؟ لا هو يا استاذ عمران مساك الله بالخير. الله يحييك. مساله انه ما خلص هو استمر لين اخر لحظه. نادي الهلال يفاوض ويجتمع ويتصل. اي بس ما قدم نفس العرض مع نادي النصر. يعني انا ممكن استمر 4 شهور ولا خلص الموضوع. لا لحظه يا احمد اخوي عمران انا اعتقد ان نادي الهلال نادي الهلال يعني الاتفاق لو وصل ل 20 مليون وحتى استاذ عمران عفوا، يعني انا قصدت في سؤالي يوم قلت لك انك يعني خليني اخذ مثلا صفقه المحياني. انت هنا في الحوار قلت شيك بدون رصيد هو اللي افسد الصفقه، وهناك عندنا قلت القرون ونادي اخر افسد الصفقه، وذكرت اسم النادي بالتحديد. عفوا، انا ما قلت ان الشيك بدون رصيد افسد الصفقه. انا قلت انه وقت ما حصلت الصفقه اتفقنا احنا كاعضاء شرف انه كل شخص بيقدم مبلغ معين، وقدمت انا مبلغ، والاخ سامي الطويل قدم مبلغ، والامير فيصل قدم مبلغ. اتضح فيما بعد ان الشيك بدون رصيد، وذكرت هذا الامر في استشهادي واستعراضي لكثير من المواقف اللي الامير فيصل وعد فيها وما نفذها فيما بعد. وكان الحقيقه الغرض من هذا الامر انه اقول يا امير فيصل، اذا انت تعتقد انه بشكل او باخر في خروجك الاعلامي انه عمران ما التزم معي بشكل او باخر، طب انت كان لك مواقف فيما سبق، ولا سمعنا مثلا الامير فيصل بن عبد الرحمن او الامير وليد بن بدر فيما سبق خرجوا وقالوا الامير فيصل بن تركي طعنا في ظهورنا مثلا او في ظهرنا. فهمت علي؟ فهذه الرساله اللي انا حاب اوجهها انه يا امير فيصل، طب انت حصلت لك مواقف كثير ومع ذلك ما سمعنا احد طلع اتكلم عن هالامر. انا الحقيقه هذه الامور اللي حبيت اني اوضحها. شاكر لكم الفرصه والله يعطيكم